فيها حتى سر سمايا، وكان سكري في هذا المهنه ديالي، وموهبه من عند ربي. كنزت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعات ومتتبعي قناة حرف وهوايات نجاة. اليوم على بركة الله حبيت ندير معكم هذا البلاطو ميغوار الوليدي. كما تشوفوا الأدوات غنية عن التعريف. عندنا بيستولي، عندنا المقص، المرايات. أنا استعملت زوج مرآة بقطر 30 سنتيم. عندنا هذاك لو غيبون فضي، هذيك الحافة اللي كانت في يد بنتي فضية 0.5 سنتيم، تتباع جميع الأحجام من 0.5 حتى كاين 4 سنتيم. جميع الأحجام جميع الألوان، فيها أشكال عديدة. كاين عندنا هنا هذا اللاد يشعل فيها الضوء، يتباع. أنا شريته من النت، من الفيسبوك. كاين 35 كاين 40، كل واحد وكيفاه. هو عبارة عن سلك رقيق فيه دي لومب صغيورين هكذا يشعل فيهم الضوء. كاين كيما هذا اللي في يدي، هذا يشعل بيض، الضوء الأبيض، هاوليك الضوء الأبيض الناصع. وكاين اللي يشعلوا بالألوان، أنا اخترت اللي يشعل بالألوان. وكيما شفتوا في بداية الفيديو عندي هذوك البواس اللي بيز الكريات الزجاجية، كانت تاع وليدي ملي كان صغير. صراحه انا ابني من الناس اللي تحتفظ بزاف بلي جوي تاعها، ولا كاين دي جوي تاعو لحقوا حتى كبر ولا يمد فيهم الاولاد خاوتي والولاد اختي. كيما تشوفي لهنا قلت لك هو تال محتفظ بهم بزاف وما يحبش على حاجته. قلت لي ما لا، منها اعاده تدوير، منها نخدم له حاجه تبقى له سوفونير، ونكري حاجه جديده. قلت لكم كيما تشوفي هنايا حكمت هذيك المرآة للتذكير فقط. انا استعملت مرآة 30 سنتيم القطر تاعها. تقدري تستعملي اي قياس عندك، اي شكل تحبيها، نجمه تحبيها، قلب تحبيها، مدوره، كيما تحبي. قمت بالتلصيق هذاك الحافه الفضيه بالبيستولي كيما راكي تشوفي لهنا. بالبيستولي راني لصق كامل هذيك الحافه الفضيه على كامل التور كامل تاع المرآة في زوجه، ماشي غير وحده. المرآتين مع بعض ندير لهم هاد الحافه الفضيه باش منها ما تكونش المرآة حاده. بالرغم من انه صراحه ما نكذبش عليكم، انا اللي نشري من عنده السجاج ولا غير يعني ما شاء الله يليميهم مليح، ما يخلي فيهم حتى اثر للزجاج اللي يجرح. لكن هذا راح يكون منها مظهر تاعها يكون شباب، ومنها تخبي الاثار تاع المرايه. كيما تشوفي هنا كمل لصقهم في زوج المرآة، ندير لها كامل الحافه ديالها بهذه الطريقه حتى نغلفها كامل في زوج هكذا حتى نلحق نقص الطرف الاخر. لازم يكون متساوي باش يكونوا متطابقين فيما بيناتهم، المرآة مع اختها بهذه الطريقه هكذا، ونلصقها مليح حتى نكملها. والفضي مع المرآة يخرج بزاف شباب هكذا حتى نكملهم في زوج مرآة مع بعض. كي نكمل لصقهم نبلاصي لها لي بيي الارجل تاع المرآة باش تكون عاليه، ماشي تجي شابه، ماشي كيما تحطيها ديريكت فوق لاطاب دينوي ولا فوق طاوله، ولا لي بيي طلعوها تبان شابه، المظهر تاعها راح يكون بزاف شباب. دائما باستعمال بيستولي. كاين عده انواع من الغراء اللي تقدري تستعمليهم. كاين بيستولي، كاين واحد الغراء تاني يلصق تمتم، ديري الغراء تاعو من بعد ديري له واحد البخاخ، هذاك تاني هذاك يعني السرعه تاعو في بعض الاحيان حتى تغلبني، ما قدرتش نلصق بها. لازم سور بلاص غير تستعمليه تلصقي به. انا هنا فضلت نستعمل بيستولي. نبه برك الحاجه وحده برك، بيستولي اذا ما خليتيهش يسخن مليح، مسدس هذا الكهربائي تاع الغراء، الا ما خليتيهش يسخن مليح حتى يولي البخار يخرج منه، نفضل انك ما تستعمليهش، لانه اي حاجه تلصقيها به ما طولش وتطير. بصح اذا خليتيه سخن مليح صدقيني يعني النتيجه تاعو رائعه، يلصق جيد، يلصق مليح. انا يعني انا نهضر عن تجربه، وكل واحد ورايه في هذا المجال، كل واحد واش من غيره يستعملوا. مام كاين في استعمال المرآة كاين او 700 او 900 قيله، ولا المهم كاين نوعان من الغراء يتباعوا لاستعمال في الزجاج، يلصقوا مليح وشنو ماشي تمتم ينشفوا، يطولوا باش ينشفوا. انا قلت لكم في هذا الحرف هذوما في كي تكون لي بيي ولا هاد الحواف، ولا نفضل البيستولي حتى ويخرج منه شويه في الحواف ما يبانش بزاف. لكن في لي بلاطو ميغوار الاخرين انا راح نزيد نخدم معاكم واحد اخرين، راح تشوفوا باللي البيستولي راح يشمت الخدمات، راح تبان فيه البقع تاعو، راح تخسر الخدمه. نفضل ما تستعملوش. من بعد
هنا كيما راكي تشوفي بديت نلصق في الكريات الزجاجيه لي بي هادوك، نحط بالوحده هكذا، نخلي بيناتهم مسافه حوالي نصف سنتيم. عينك ميزانك، وإلا عندك كميه كبيره، انا علاش خليت المسافه بيناتهم راكي تشوفي، خليت حوالي نصف سنتيم بين الكريه والكريه، خفت ما يكفونيش لانه ما نعرفش الكميه شحال، مانيش حسبتها، كان جامع ولا غير يعني ربي يطول في عمر الجده تاعو جداتو ليلى. كانت كل ما تخرج تلمو شافتهم وليدي وليد عمو، كانت كل ما تشوفهم يحبوا يلعبوا، كل ما تخرج تروح الحراش ولا تجيب لهم كيس من الكريات هذوما. انا وليدي قلت لكم كان يخبيهم. كيما كي تشوفي لصقت هنايا بالحبه، من بعد لقيت باللي احسن طريقه من خير من اللي ندير بالحبه ونلصق، راح يكون الاستعمال امن اكثر واسمو البيستولي باش ما يحرقكش، وراح تكون سرعه العمل اكثر من الاولى. ندير كل مره هكا نقطه تاع الغراء في المرآة. كما بالتذكير فقط قلنا البيستولي لازم يكون سخون لاقصى درجه. هذه نحيتها كما كشتوني نحيتها لانها جاتني الحجم تاعها كبير بزاف. كاين انواع مختلفه من ليبي. والالوان كاين انواع عديده، ماما وليدي عنده عديد من الالوان. هنا نلصقهم حتى نكمل التور كامل تاع المرآة. من بعد رحت لهذاك السلك المضيء، اوليك اللاد هدايا فيه هنا، مانيش عارفه علاش هو يبان هكذا، وقيله من الفلاش تاع تليفون، لكن الالوان تاعو بزاف شابه، لو كان ماشي راهو يبان هكذا. نفتح السلك هذاك، راح يكون سلك رقيق كما قلت لكم، تلقاوهم راهم يتباعوا في انا شريته من الفيسبوك، لقيتهم يتباعوا، كاين 35 كاين 40 كاين كل واحد كيفاش يبيعهم. شريت في اللون الابيض وفي الالوان المختلفه. ابني هو اللي يفضل متعدد الالوان بهذه الطريقه. من بعد نشدو ونلويه، نديرو الحافه تاع نلويه على ليبي هذوك، خطره من ندخل بين واحده واثنين ثلاثه، تخلي مسافه اللي حبيتي تلويه على الليبي. راح يكون هاد البلاطو ذكرى ولا غير مليح. انا بالنسبه ليا منها تبقى له ليبي تاعو ذكرى، منها حاجه شابه في الشومبره تاعو تشعل له الضوء وقت اللي يحب يشعلها. يقدر يحط فوقها البورت ستيلو تاعو، يقدر يحط فوقها شمعه، يقدر يحط فوقها كيما انا وليدي عنده ادمان لي ليغو، يخدم روبوات ولا لي دراغون ولا يحطوه تما لتزيين الغرفه تاعو، هو حر هكذا. لازم تسلكيه بالعقل لانه الخيط تاعو رفيع جدا رقيق بزاف. من بعد واش درت وحده في الوسط، حبه تاع كريات في الوسط، ولويت عليها هذاك السلك باش يكون لانه الخيط هذا فيه حوالي تقريبا 2.5 متر حتى 3 امتار الا ماشي اكثر، يعني ما كيلتوش بصح طويل، السلك طويل يبان لكم ماشي طويل لكنه الطول تاعو يتعدى 2 متر. ندورو هكذا على ليبين، نعاود نولي على هذيك الوسطانيه باش يكون الضوء من كل النواحي هكذا. وفي الاخير راح تلقاو هذيك اللي يشعل بها، هاي ليك نديرها تحت المرآة مزيه، يعني الحجم تاعها ماشي كبير بزاف، تقدري ديريها من تحت، مش راح تاثر على المرآة، مش راح تكون معوجه لانه لي بي هما اللي رفدوا المرآة. لو كان ما كانش لي بي ما تقدري، قلنا كي يعني هي مش راح ياثر الحجم تاعها هكذا، وتشعلي منها الضوء، تديريها بالاتجاه اللي تقدري تشعلي منه الضوء. قلت لكم بما انه هذوك الارجل هي راح ترفد المرآة، يعني مش راح تاثر، هي مش راح تعوجها ولا، راح تكون طريقه الاستعمال تاعها سهله جدا كما راكم تلاحظوا في الشكل. من بعد ناخذ المرآة الثانيه لانه عندهم نفس الحجم للتذكير كما قلنا 30 سنتيم القطر تاعها. ناخذ المرآة الثانيه ونشد هذاك البيستولي ديالي، ندير حبات تاع الكريات، ندير لهم البيستولي هكذا، ماشي كامل، تحبي ديري كامل انت حره. انا يعني حبات ماشي كامل يكفي باش تلصق المرايه مليح هكذا. ونحط المرآة الثانيه فوقها، راح تمتم تلصق، بما انه الغراء سخون راح تلصق تمتم المرايه وتشد مليح. وهذه ماشي حاجه اللي راح ترفديها بيدك اللي راح تتاثر بالغراء تاعها يطيح، ولا هي مجرد ديكور فوق الطاوله، تقدري حتى تستعمليها في الصالون، ماشي لازم في غرفه الاطفال برك. انا قلت لكم ليبي بما انه تاع وليدي اللي حبيت نحطها له في شومبرته، لكن حتى في الصالون ولا في شومبره تاعك ولا راح يكون شكل تاعها بزاف شباب، تعرفي برك واش تحطي فوقها الديكور. ونعاود بنفس الطريقه نستعمل الكريات الزجاجيه بنفس الطريقه كما استعملتهم في المرآة التحتانيه، نعاود نلصق
بما انه الكميه تسمح لي باش نزيد المرآة اللي من الفوق، نكمل نديرها من الفوق هكذا. نزيد نلصق مام المرآة الثانيه نعمرها بالليبي كامل حتى نكملها. شوفوا الشكل تاعها شحال راح يكون شباب، والله غير تحفه. شوفي قدامكم ماشي كيما راكم تشوفوا في الفيديو، لانه التصوير ما يعطيش حقه للتحفه هذه. الهدف تاعي يعني ماشي نوعيه جيده، راح تظهر لكم الصوره هكذا، بصح في الحقيقه ولا غير اجمل بكثير من واش راكم تشوفوا. انا درت هذاك السائل تنظيف الزجاج باش ما يبقاوش الشوائب تاع الغراء كامل. المرايه نمسحها مليح بهذه الطريقه حتى نكملها كامل. ونحي هذوك الخيوط، راح يكون عندنا خيوط من البيستولي باسكو كي يكون سخون يخلي واحد الشعيرات هكا كي الخيوط تاع غراء، تقدري تنحيهم فاسيلمون، تمسحيهم برك بهذاك السائل نتاع مسح الزجاج. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. كيما كي تشوفي هنا هاي لك في الغرفه تاع ابني فوق طاب دينوي تاعو شابه. كيما هنا حط فوقها ليغو، عندي شمعه، عنده ديودورون تاعو تاني حطوه من الفوق. وكل وحده والابتكارات تاعها. هي مجرد فكره يعني تقدر تعجبك كيما تقدر يكون عندك راي اخر. انا مجرد فكره، منها اعاده تدوير لهذوك البواس تاعو، منها ديكور شبه في الشومبره تاعو، منها هديه ولا غير فرح بها درجه كبيره. قال لي ما كنتش نستناها. هنا طارت لي حبه نسيت ما لصقتش حبه، دوك نعاود نلصقها تاع البوس. كيما كي تشوفي هنا طريقه سهله باش تشعليها من تحت، ترفدي بك البلاطو تاعك تشعليه. هي ماشي راح تخليها شاعله 24 ساعه 24 ساعه، لانه بالخف يخلصوا لي بيل تاعها، لكن من داك خطر على في الزمان كيحب يشعلها للتزيين. والله رائعه جميله جدا. تظهر في الغرفه تاعو شابه، تجي قد لاطاب دينوي باسكو القطر تاعها كبير. نتمنى تكونوا خديتوا فكره، لاني انا صراحه من عشاق، عندي ادمان تاع اعاده التدوير. الحاجه اللي نشوفها نقول وين راح نديرها وين نستعملها، وكل واحد ورايه. ونتمنى تكون عجبتكم، ونلتقي ان شاء الله في فيديو اخر. مرحبا بكم مره اخرى. إياك أن تظن أن الله تعالى سينساك أو أن الله تعالى سيتخلى عنك. اعلم يقينا بأنك إن كانت الآخرة همك فإن الله تعالى سيأتيك بدنياك وبرزقك إليك.